ايه الجمال والحلاوة دي يا ام ملك؟ شايفين بقى الحاجات الحلوة دي؟ العيش البلدي هنعمله النهاردة. العيش البلدي بتاع الافران طري وجميل جدا جدا زي ما انتوا شايفين بجد. من احلى العيش اللي ممكن تعمليه في البيت طبعا، ونضيف. وزي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله، يعني انا هعمله كمان في فرن البوتاجاز. ما عنديش اي فرن في البيت غير فرن البوتاجاز. هوريكم دلوقتي هنسويه ازاي، والعجينة بتاعته سهلة جدا جدا. خليكم معايا لاخر الفيديو. حط لي بقى لايك كتير للفيديو، واهم حاجه بقى الكومنت الحلو لام ملك. زي ما انتوا شايفين كده معايا حوالي كيلو الا ربع من الدقيق، وباكو خميره فوريه. يعني انا كان عندي شويه دقيق كده، بس بصراحه مش عارفه ميزانهم قد ايه، فحطيتهم كده وقلت يلا على البركه نعجنهم بقى النهارده ونعمل بيهم العيش البلدي ابو رده زي ما شفتوا كده. نزلت بالكيس الخميره الفوريه ومعلقتين من السكر علشان بس يفعل الخميره. تمام. يعني النهارده العيش بتاعنا اقتصادي جدا جدا. وكمان حطيت شويه من الملح، نص معلقه من الملح، نص معلقه صغيره. العيش بتاعنا النهارده بصوا يعني هو ميه وخميره بس. ميه وخميره بس والدقيق، يعني بقى لا فيه لبن بودر ولا فيه اي ماده دهنيه ولا اي حاجه من دي. هو بيتعجن بس كده الدقيق وعليهم شويه الملح والسكر، وباكل الخميره مفيش اكتر ولا اقل عن كده. تمام. هنبدأ بقى ننزل بالمية بتاعتنا. المية طبعا دافية لان احنا دلوقتي في الشتاء زي ما انتوا عارفين، فدايما خلي العجين بتاعك بالمية الدافية. تمام. حط لي بقى لايك للفيديو، واللي لسه ما اشتركش في القناة ينزل يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله. النهارده بقى العيش بتاعنا العجينه بتاعته مختلفه جدا جدا. يعني بمعنى اصح العجينه بتاعته بتبقى سايبه كده شويه، لا ناشفه بقى ولا فيها اي حاجه من دي. لازم العجينه تكون سايبه. وطريقه اللت بتاعه النهارده غير اي عجينه تانية ممكن تعجنيها. وبيبقى طري، العجينه بتاعته طريه وبتلزق، وبيبقى فيها زي عرق كده. عرق دوت اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. يعني ايه عرق يا ام ملك؟ يعني يكون في مطه كده في العجينه، هتشوفوها معايا دلوقتي. انا بنزل بالميه واحده واحده بالشكل ده، علشان ما ينفعش انك تنزلي بيها مره واحده حتى لو كانت العجينه بتاعتك هتعمليها طريه. هلم بقى العجينه بالشكل ده. شايفين يعني خدت ميه كتير عن اي عجينه تانية. شايفين هي دي المطه اللي انا قصدي عليها. وده طريقة لت العجين اللي هو العيش البلدي. تمام. مش بتلتيه كده وايدك مقفولة زي اي عجين تاني، بتعمليه كده بايديكي بالشكل ده. شايفين نازل ازاي من الايد؟ عجينة طرية جدا جدا جدا. وهي دي عجينة العيش البلدي بتاع الافران. طبعا لو عندك فرن غاز هتسوي فيه على طول، هتشغلي الجنبين ومن تحت وعلى الصاجة بتاعته على طول وهتعملي. طبعا لو مفيش عندك هيبقى في فرن البوتاجاز زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي. خلونا بس ماشيين خطوة خطوة كده. دلوقتي انا بنضف الطبق بتاعي بالشكل ده. بتدهني ايدك دقيق، وتبداي تنزلي اللي على الجوانب كده بالشكل ده، وتحطي على وش العجين علشان لما تغطيه بالكيس البلاستيك ما يلزقش فيه. انا كده خلصته زي ما انتوا شايفين كده. هجيب بقى كيس بلاستيك واغطي الوش بتاع العجين، وكمان هنحط بقى فوطة عليه يعني تلفيه كده كويس علشان يخمر معاكي بسرعة. تمام. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. يعني التخمير في الشتاء ممكن ياخد منك ساعة علشان يوصل للنتيجة دي كده. تمام. او ساعة وشوية كمان. فانا خلصت كده خمر العجين زي ما انتوا شايفين. وطبعا اللي على الصينية ده دي الردة اللي هي النخالة بتاعت الدقيق دي، اللي بتطلع من الدقيق لما تبدأي تنخليه او تنضفيه او كده. تمام. دي بقى بنجيبها كده ونفردها على صينية ونقطع عليها العيش بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ونجيب بقى طبق كده، نبدأ ان احنا ننزل بالعجينة بتاعتنا على قد التقطيعة اللي انت عايزاها، على قد حجم الرغيف اللي انت حباه. تمام. وتنزلي كده بتشيل شوية دقيق كده بالشكل ده، وتبدأي تلميه. شايفين العجينة عاملة ازاي؟ هي دي عجينة العيش البلدي. شايفين المطة اللي ما بتروحش دي؟ هو لازم يمط كده زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده، يكون فيه عرق كده. تمام. فانا بدأت اقطعه كده على الصينية التقطيع اللي انا عايزاها. عايزة الرغيف صغير كبير اللي انت عايزاه ده على حسب ما انت عايزة. تمام.
بدأت نزلت العجينة كده شوية، هبطت العجينة كده شوية من الخمر بتاعها، وبدأت اقطعها كده بالشكل ده زي ما انتوا شايفين لغاية ما خلصتهم. عملوا معايا كمية العيش دول، ممكن يعملوا اكتر من كده. كل ما صغرتي رغيف العيش والعجينة هتبدأ ان هي تعمل معاكي عدد كبير. تمام. هنيجي بقى دلوقتي للخلطة اللي احنا هنفرد عليها العيش. هنجيب معلقتين من الدقيق وعليهم 3 كده من الردة. طب ليه يا ام ملك الدقيق على الردة؟ هقولك دلوقتي. طبعا الدقيق واخد ردة كفاية، الرغيف معلش رغيف العيش واخد ردة كفاية من تحت من على الصينية. تمام. فمش حابين ان احنا نزود الردة اكتر من كده، فبنحط دقيق على ردة علشان نفرد عليها العيش. لان كل ما الردة قلت معاكي في قعر الرغيف هيطلع معاكي حلو. تمام. الردة لو زيادة الرغيف هيتحرق منك بسرعة. هو ده قصد ان انا احط دقيق على الردة. ليه بقى؟ علشان كمان الرغيف من تحت هياخد الدقيق وهيسيب الردة. فاهمني؟ فهتبقى نسبة من تحت بسيطة، مش كتير. تمام. شايفين انا شلته من على الصينية ازاي وفردته؟ يعني تديني ايدك دهنة خفيفة قوي قوي من الدقيق علشان تعرفي تفردي بيها رغيف العيش وفي الصينية بالشكل ده وهتحطيه. زي ما قلت لكم، لو عندك فرن غاز بتفردي على المطرحة على طول وبتبدأي تحطي في الفرن الغاز على طول. تمام. فلو عندك فرن البوتاجاز بس زي حالاتي كده فبتفردي وتحطي في الصينية وتبدأي انك تسويه. طبعا بيتسوى على طول، مش هقولك بيتساب يعني العيش دوت لما يرفع كتير وكده والكلام ده، لا. بتبدأي انك يعني تقطعي وتقومي مسوية على طول. تمام. تفردي كده وتسوي على طول في الفرن. تمام. بالشكل ده كده شايفين؟ يعني تخلي بالك علشان ما يلزقش منك او حرف منه يتنى او كده فيبدأ ان هو هيبوظ منك. فيعني الخبيز بتاعه يعني حساس شوية. فاهمني؟ خلصتهم بقى وبدأت اسويهم كده في الفرن زي ما انتوا شايفين في فرن البوتاجاز. طبعا انا عندي النار بتشتغل من تحت بس، الشواية والفرن ما بيشتغلوش مع بعض والباب مقفول، فانا بديله اللون بتاعه واسويه كده من تحت وبفتح الشواية واقوم مدياله اللون بتاعه الجميل، وتلف كده الصينيه شمال ويمين علشان ياخد معاكي اللون الجميل ده وكله يستوي يبقى بالشكل الجميل ده. ما شاء الله جميل جدا جدا. بس حاولي ما تزوديش الدقيق على الوش عشان ما يجيرش منك ولا يبقى فيه حاجه. شايفين ما شاء الله طري وجميل جدا جدا بجد. عيش جميل جدا وامكانياته مش مكلفة عليك. زي ما انتم شايفين كده جميل ما شاء الله. حطوا لي بقى لايك للفيديو وسيبوا لي بقى الكومنت الحلو، وكمان تشتركوا في القناة. اشوفكم في فيديو جديد.